السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفة سهلة وبسيطة جدا وطعمها حلو ومميز جدا. هي كرات البطاطس المحشية بالبيض. بدل ما بنعمل البطاطس لوحدها والبيض المسلوق لوحده للولاد، هنعملهم في اكلة واحدة. هعملها بطبقة غلاف خارجي كده زي البانيه، هتعجبكم ان شاء الله وتعجب الولاد جدا. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. معايا هنا بطاطس مسلوقة زي ما حضراتكم شايفين، قطعتها طرنشات كده عشان يبقى سهل عليا في السليق، تسلق بسرعه. حطيت في ميه السليق ملح وخل، مهم جدا. طبعا قشرتها وهرسها حالا دلوقتي قدام حضراتكم. معايا هنا بقدونس مفروم، زي ما احنا عارفين ان البقدونس حلو قوي مع البطاطس وبيدي طعم جميل. انا هنا مستخدمه 5 بيضات مسلوقين. طبعا حضراتكم البيض حسب عدد افراد الاسره تزودوا او تقللوا زي ما انتوا عايزين. بقسماط ناعم سواء بقى جاهز او اللي احنا بنستخدمه في البيت اللي هو من الفينو، نحمصه ونتبله. ده متبل وانا شايلاه جاهز في التلاجة. ومعايا هنا بيضتين عشان نعمل طبقة الغلاف الخارجي زي ما قلت لحضراتكم زي البانيه. ملح وفلفل عشان البيض، وملح وفلفل وكمون علشان البطاطس. كمون حلو قوي مع البطاطس المسلوق. تعالوا هنا بس نهرس البطاطس الاول مع بعض بالهراسة اليدوي او اللي عنده هاند بلندر مفيش اي مشكلة. بسم الله. بالشكل ده كده. مهم قوي ان احنا نحط زي ما قلت معلقه الخل، خصوصا لو احنا هنهرس البطاطس دي وهنحمرها، هتدي قرمشه ولون ذهبي مطلوب جدا. والملح بيسهل عمليه السليق وبيديها طعم حلو كمان وهي بتتسلق. اهي خلاص. انا هنا مش محدده كميه البطاطس، ممكن حضرتك تستخدموا 3 بطاطسيات او 4، ممكن اقل حسب كميه البيض اللي هنستخدمها. زي ما قلت انا مستخدمه هنا 5 بيضات بس. اتاكد بس ان كله اتهرس. هي ما شاء الله طريه وحلوه، مش محتاجه يعني ان انا ادوس جامد. اهي دي بقى كلها. مش هحط لها اي ماده دهنيه عشان احنا هنقليها. كفايه قوي القليه بتاعه الزيت، مش هضيف لها يعني سمنه ولا اي حاجه وهي بتتهرس. انزل بس اللي في الهرسه ده. هضيف بقى بقدونس المفروم. هتبقى ان شاء الله وجبه غذائيه متكامله حلوه قوي، ممكن نحطها للولاد في السندوتشات، تبقى في منتهى الجمال. ونقلب، او افضل اجيب معلقه الخشب بتاعتي سهل عليا احسن. كله كده ادخله مع بعضه، البقدونس مع البطاطس. ريحتها حلوه اهي من غير ما لسه عملنا حاجه. نحط الملح والفلفل والكمون اهو على البطاطس بتاعتنا ونقلب كويس. هي في الوصفه دي حقيقه هنحتاج ان احنا نستخدم ايدينا كتير، مش هينفع المعلقه قوي. حتى في عمليه الحشو هنستخدم ايدينا طالما احنا متاكدين دايما ان ايدينا نظيفه. اهي كاننا بنعمل عجينه، بنعجن عجينه كده. بسم الله. ما نخليش اي حتت قطع كده تكون ناشفه، كله لازم يبقى طري معايا ومتجانس معايا قوي بالشكل ده كده. ندخل التوابل. ريحه الكمون طلعت اهي. نيجي بقى للبيض. البيض بتاعي اهو، هحط له الملح والفلفل نبهره يعني، وبالشوكه نضربه كده. نضربه بس كويس. بس كده عشان يبقى جاهز معايا. هنا هاخد جزء من البطاطس. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، واعمل تجويفه كده في نص البطاطس اهو كده. وابتدي اجيب البيضه بتاعتي واحطها هنا. لو حسيت ان البطاطس مش لمة على البيض هضيف تاني شويه. ده في ايدي وده في ايدي ان شاء الله.
وابتدي ان انا اقفل كويس قوي كده عليها. هشوف البطاطس لو قليله احط حبه، وانا حاسه ان هي قليله شويه اهو. المهم ان انا البيضه بتاعتي ما تبانش خالص بالشكل ده كده، ونقفل كويس جدا اهو. بصوا حضراتكم البيضه مش باينه خالص، وعباره عن كوره اهي متماسكه خالص ومقفوله بالشكل ده كده، واتقفلت معايا بمنتهى السهوله. هعمل ايه في المرحله دي؟ احطها في البيض اهو، يا بايدي يا بالشوكه مش هيفرق كده بالشكل ده كده، وعلى طول ما اضغطش عليها وانا حطاها في البيض، يعني وانا بخرجها ما اضغطش عليها على البقسماط الناعم اهو. انا حاطه كميه بقسماط كتيره علشان تبقى سهله عليا ان هي تعمل لها كفر كده بسرعه. بصوا حضراتكم السهوله اهي، هقلبها فيها وبرده وانا بعمل مش بضغط، انا بس مجرد بغلفها. نجيب بقى طبق فاضي كده جنبي اهي، واعمل كده عشان انزل اي زياده فيها اهي في الطبق. اعمل قدام حضراتكم واحده كمان والباقي انا هكمله لوحده. هنزل بس البقسماط الزياده اللي في ايدي علشان ما يدخلش جوه البطاطس. شويه من البطاطس اهي تجويفه، والبيضايه زي ما اتفقنا لو البطاطس طلعت قليله هنزود تاني، وبضغط بايدي ضغطه بسيطه كده عشان تدخل معايا اهي. بسم الله. ممكن لو حابين تحطوا فلفل حامي مع البطاطس المهروسه نحط شطه مفيش مشكله، ده اللي عايزها سبايسي، بس انا احبها كده عشان الولاد يقدروا ان هم ياكلوها. خلاص كده اتقفلت معايا تمام في البيض، ونقلبها كويس في البيض بالشكل ده كده. نصفي ايدينا احسن حاجه هنا في العمليه دي بصراحه عن الشوكه وعن كل حاجه. ممكن واحنا بنعملها بالشوكه تتهري مننا، احنا نستخدم ايدينا. بسم الله اهي، وانزل اي زياده وبالشكل ده كده. هكمل بقى باقي البيض اللي معايا بنفس الطريقه ونرجع مع بعض نحمره. وادي حضراتكم هنا الزيت عندي سخن جدا. انا هنا مستخدمه حله عشان عايزه الزيت غزير، مش عايزه الزيت يبقى قليل عشان تتحمر كويس. وادي الكرات بتاعتي كلها اهي اهي. هبتدي بسم الله وامسك اول واحده وانزلها، ناخد بالنا من ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هامله الحله قوي، يعني هي اخدت 3 هنا كده تمام، علشان ما نزلش درجه حراره الزيت، ما كبسهاش بكل الحاجه، تتحمر كده وتاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت، ونقدمها مع بعض. انا مش هقلبها دلوقتي طبعا غير لما الاقي اللون ابتدى يتغير من تحت، علشان ما تفقدش الطبقه الخارجيه بتاعتها والقرمشه بتاعتها. وادي حضراتكم كرات البطاطس المحشيه بيض طلعتها اهو، اخدت لون ذهبي جميل. عايزه اقطع لحضراتكم واحده كده تشوفوها من جوه. بصوا شكلها الاول اهي، عشان تشوفوا شكلها برضه من جوه. بسم الله اهي. بسم الله اهي. بصوا حضراتكم شكلها عامل ازاي. ادي طبقه البطاطس البيض والطبقه الغلاف اللي طعمه تحفه، ريحتها كمان جميله جدا مع البقدونس وشويه التوابل البسيطه قوي اللي احنا حطيناها. هتعجب حضراتكم جدا ان شاء الله، وهتعجب ولادكم. هي وجبه غذائيه حقيقي متكامله، مش محتاجه حاجه جنبها غير شويه سلطه وممكن عيش وخلاص كده. ممكن تنفع غدوه، ممكن تنفع للعشاء. انا مش راضيه احط الاتنين جنب بعض عشان ما يقعوش اهو، زي ما حضراتكم كده شايفين شكلها. ريحتها في منتهى الجمال، وطعمها ان شاء الله كمان هيعجبكم جدا. جنبها شويه سلطه زي ما قلت، بتنجان مخلل، شويه مخلل طماطم بالفلفل. خلاص كده الغدا بتاعنا يبقى جاهز، او العشاء بتاعنا جاهز من اكله واحده. يا رب وصفتي النهارده تعجب حضراتكم وتجربوها، وتشاركوني في التعليقات لكل اللي جربها يقول لي عملها وطعمها عجبكم ولا لا.
لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش من فضلكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتي. شكرا لكم والسلام عليكم.